الشارع المصري كله طبعا عارف الشيري تيجو 3، يعني مفيش حد مش عارفها. دي العربيه المجمعه محليا اللي غزت السوق، وكانت يعني من اكتر عربيات الكروس اوفر اللي بتتباع في مصر خلال الكام سنه الاخرانيين دول. ولكن خلاص بقى بنودع التيجو 3 عشان في حاجه جديده يعني جت هتمسحها خالص، ملهاش اي علاقه بيها. دي شيري تيجو 4 برو، دي احدث عربيه شيري بتقدمها وهتجمعها محليا كبديل للتيجو 3. عربيه يعني نقدر نقول سب كومباكت كروس اوفر برضو، بس الديزاين ده احدث بكتير طبعا، مختلف تماما عن التيجو 3. التيجو 4 كانت موجوده قبل كده في مصر، ولكن كانت نسخه مستورده. النسخه دي زي ما قلنا بتبقى متجمعه محليا. هي بتيجي بنسختين، نسخة فيها موتور 1500 تنفس طبيعي، 111 حصان وعزم تقريبا 138 نيوتن متر. الثانية بتبقى 1500 توربو وقوتها 145 حصان مع عزم، خلينا نشوف هنا، عزم 210 نيوتن متر عند 1750 لفة في الدقيقة مع فتيس اوتوماتيك سي في تي. خلينا نبص بصة من جوه. العربية على فكرة الاوبشنز اللي فيها كمان مختلفة تماما عن في التيجو 3. المرايات دي ضم، دي اعلى فئة اللي احنا بنشوفها، دي اللي هي التوربو. اول فئتين هم اللي بيجوا بموتور السحب الطبيعي. من جوه بقى الوضع مختلف طبعا تماما عن التيجو 3. اللي هي منور بقى، بتنور منين؟ طبعا الكواليتي مختلفة تماما عن التيجو 3. ده السوفت تاتش هنا، وده زي جلد كده مع خياطة. الأبواب برضو نفس الكلام، هنا في جلد وهنا برضو مع جلد هنا. كراسي كمان جلد، وتاتش الأحمر ده لذيذ برضو. فتيس شيفت باي واير، وهنا التكييف التحكم فيه تاتش، وشاشة دي 10.25 بوصة تقريبا، وهنا في عدادات ديجيتال 7 بوصة. العربية فيها امبيانت لايتنج كمان. نكمل هنا لحد الابواب. اختبر المساحات الخلفية بقى. مساحات يعني مش وحشة. الكرسي ده تقريبا راجع، مساحات يعني مش وحشة. في فتحة تكييف هنا خلفية، لكن لما بترجع الكرسي طبعا لورا شوية، ترجع الظهر شوية، يعني هتقعد بس اللي هو ايه، تبقى يدوب يعني. في هنا كمان فتحة سقف. زيادة كمان على التيجو 3 ان العربية هنا السيفتي فيها متطور اكتر شوية. العربية فيها ABS و EBD و ESP وهيل ستارت اسيست وتاير بريشر مونيتورنج اللي هو نظام مراقبة ضغط الاطارات، مع ايرباجز امامية وجانبية. اسعار تيجو 4 برو بتبدأ من 850 الف جنيه، تاني فئة 925 الف جنيه، تالت فئة اللي هي التوربو 999 الف جنيه.